في دول عربية تدورت ونهضت ولها قراراتها بين الدول العظمى، فلماذا لم يساعدوا فلسطين ضد الاحتلال؟ حد يجاوبني؟ أنا أجاوبه. أش من قرارات؟ هل في شخص قد قرر؟ وش من تقدم بلا معنى ولا إصرار؟ أش من تطور وهو ما غير بالمنظر؟ أش من تطور وهم يستوردوا المسمار؟ ما تعرفوا كيف أوروبا بتتطور؟ أما العرب كل ليلة قاعدة تنهار. ليش الولايات في القمة بتتصدر؟ هذه الصناعات هي اللي سوت اللي صار. ما داموا أن العرب يستورد المعبر ودبة الغاز شاريها من الكفار، الغرب هو ذي حيتشرط ويتأمر وذي يحذر ويطلق صافر الإنذار من قبل ما النفط والبنزين يتكرر. لازم يوافق عليها الغرب باستفسار، ومن يخالف يوقف ضدها المعشر. حتى الولايات توقف كل استثمار، من بعدها اقتصاد الشعب يتدهور، يدهوروا اقتصاد الشعب بالدولار. من بعدها اقتصاد الشعب يتدهور، يدهوروا اقتصاد الشعب بالدولار. شوف الحدود في أوروبا ما لها منظر، ما في حدود بينهم حتى ولو مقدار. حتى المواطن يسافر أين ما قرر بلا هوية ولا فيزا ولا تأخر. أما حدود العرب بالغرب تتأثر، مقسمة أو تقول الحاجزة من نار. تبغى تسافر جوازك سوف يتأشر، تحتاج فيزا وتأشيرة بلا إنكار. حتى فلسطين كيف ما قد تحرر، قد اليهودي مسيطر بعد ذي قد صار. هم غير 20 مليون لا وما يكثر، ما المسلمين والعرب قد عدوا المليار. لكن دول العرب ما غير تتكبر، وكل واحد عيتباها أمام الجار. اللي يقول المساحة عندنا أكبر، واللي يقول قد مبانينا في الأقمار، واللي يقول إن الأموال عندنا أكثر، والغرب فارض علينا أسوأ استعمار. عهد النشام رحل ما عاد يتكرر، راحوا أسود العرب ذي كانهم أحرار. جيلا يهز الكواكب لا وما تغير، أما فالأجيال هذا يا عليها العار. نادر تجد شخص باين هي عن المنكر، لكن بقول جملة تصعد الأقمار، إن التوحد يشكل شعب ما يخسر، وكل ما الشعب يتفكك فهو ينهار. وسلامتكم.